حدد الاتحاد الصومالي لكرة القدم رسميا الملعب الذي يستضيف فيه المنتخب الجزائري في الجولة التاسعة من تصفية كأس العالم 2026، وتحسيم الجدل للجماهير الجزائرية التي تنتظر المباراة من أجل ترسيم التأهل للمرة الخامسة في التاريخ. المنتخب الوطني لم يتمكن من حسم التأهل في المباراتين الماضيتين، حيث حقق الفوز أمام بوتسوانا ب3-1 وتعادل مع غينيا خارج الديار، ليصبح في رصيده ب19 نقطة في صدارة المجموعة السابعة بفارق 4 نقاط عن أوغندا وموزمبيق. ويحتاج المنتخب الجزائري إلى 3 نقاط من أجل ترسيم التأهل إلى المونديال بالولايات المتحدة وكندا والمكسيك، على أن تكون الجولة المقبلة أمام الصومال، وستكون الجولة الختامية ضد أوغندا. وقد تم ترسيم موعد المباراتين، حيث ستلعب مباراة الصومال والجزائر يوم الخميس 9 أكتوبر بملعب ميلود هدفي بوهران على 5:00 بتوقيت الجزائر. أما المباراة الأخيرة أمام أوغندا فستلعب بملعب حسين أيت أحمد بتيزي وزو في نفس التوقيت. فحظ موفق للخضر.